في ليلة صاخبة بمدينة نيويورك حيث الأضواء تملأ الشوارع، كان اللص المحترف آدم يستعد لتنفيذ أكبر عملية سرقة في حياته. الهدف خزنة مليئة بالمجوهرات النادرة في أحد أفخم المتاحف. لكن هذه الليلة لن تكون كسابقاتها، لأن الشرطة كانت تراقبه عن كثب. في الجهة الأخرى كان المحقق ريان على وشك الإيقاع به بعد مطاردة دامت شهورا. كان يرافقه شريكته إيما، وهي خبيرة تكنولوجيا واختراق أنظمة المراقبة، وضابط العمليات الخاصة داني الذي كان مستعدا للتدخل في أي لحظة. مع حلول منتصف الليل تسلل آدم عبر أسطح المباني وصولا إلى المتحف، مستخدما مهاراته لتجاوز أنظمة الأمان. اخترق إيما الكاميرات لتحديد موقعه، وتمركز ريان وداني عند المخارج. كان كل شيء تحت السيطرة، حتى اكتشف آدم أنه لم يكن وحده. حين فتح الخزنة وجدها فارغة. كان هذا فخا. فجأة انطلقت سفارات الإنذار وتدفقت الشرطة من كل زاوية. لم يكن أمامه خيار سوى الهروب، فقفز من النافذة إلى الشارع، حيث بدأ سباق مجنون بينه وبين رجال الشرطة. أطلق داني مطاردته عبر الأزقة، وقفز ريان من سيارة الشرطة ليعترض طريقه. لكن آدم كان سريعا وانطلق بدراجته النارية في شوارع المدينة المزدحمة. لم تستسلم إيما، فقامت بقرصنة إشارات المرور لإيقافه، لكنه انزلق بمهارة وتجنب الخطأ. في النهاية علق آدم في طريق مسدود وأحاطت به الشرطة. رفع يديه مستسلما، لكنه ابتسم وقال: أنتم أسرع مما توقعت. لكن فجأة انفتح باب خلفي وهرب إلى محطة المترو. قبل أن يختفي أمسك ريان به أخيرا. نظر آدم إلى الضابط وقال: كنت بحاجة إلى فرصة، ولم يكن لدي خيار آخر. لكن المفاجأة كانت أن ريان لم يضعه في الإسقاط. بدلا من ذلك قال: لدينا عرض لك. استخدم مهاراتك لمساعدتنا في الإيقاع بعصابة أكبر ونمنحك بدفعة جديدة. تردد آدم للحظة، لكنه وافق في النهاية. وهكذا بدلا من قضاء حياته في السجن، أصبح جزءا من الفريق، يستخدم ذكاءه في مطاردة المجرمين ليبدأ فصلا جديدا أكثر إثارة من حياته السابقة.